العلماء وأقوالهم في قدرات الأولياء. إن من الافتراء العجيب الغريب أن يقول حسن قاري: الشيخ الجفري يزعم أنه بإمكان الولي أن يخلق طفلا في رحم امرأة بلا أب، وأن هذه المسألة من مسائل الخلاف. يعود حسن قاري مرة أخرى إلى أسلوب الخداع والتمويه ولي عنق النصوص، وهذا ليس بغريب منه، لأننا عهدنا مثل هذه الأفعال من مشايخه الذين يتلقى منهم هذه الأساليب بالسند المتصل منذ نعومة أظفاره. الأولياء عند الجفري يخلقون. وفي هذه الجزئية بالذات من جملة الافتراءات يبرز لكل منصف الوجه الحقيقي للعداء الذي نصبه حسن قاري للشيخ الجفري، وهو يحاول إلصاق التهمة به، موهما أن الشيخ الجفري يقول إن الأولياء لهم القدرة المطلقة على الخلق والإيجاد من العدم بمحض إرادتهم متى شاءوا. فإن الكذب الذي تشرب به حسن قاري هو تقويل الشيخ الجفري في مسألة الخلق والإيجاد من العدم ما لم يقله، حيث قال: أما نسبة الخلق إلى المخلوقين فليس المراد به الإيجاد من العدم كما أراد الجفري إيهام الناس به. لا إله إلا الله، كيف طوعت له نفسه أن يرمي الشيخ الجفري بهذه التهمة التي بزعمه أنه لا ينازع فيها حتى مشركي مكة، ويوهم بأن الجفري يقول أن الأولياء يخلقون ويوجدون من العدم استقلالا، وهذا ما لم يقله الشيخ الجفري. يعني ممكن يوجدون أشياء، يعني يخلقون أشياء من مش يخلقون. أنا ما أمعنت نظرتي إلى درجة أني جلست رجح، قالوا إن المعتمد ما يمكن، لأن القضية عندي ما هي ذات أهمية. فهذا تصريح من الشيخ الجفري كالشمس في رابعة النهار بأن ليس للأولياء القدرة المطلقة على الخلق والإيجاد من العدم استقلالا. ولو تمعن حسن قاري وأنصت بأذنيه لاتضح له مراد الشيخ الجفري، ولكن للأسف أن حقده وتحامله على هذا الداعية أعماه عن رؤية الحق. ومن هذا المنطلق نقول له: من هو صاحب الخلل في المعتقد؟ ومن هو الذي نازع مشركي مكة على حد زعمه وحاشاهم من ذلك؟ إنه الإمام الحافظ النووي شارح صحيح مسلم، فليرجع حسن قاري إلى قوله الذي حجبه عنه قدر مستوى بضاعته العلمية، لأن الإمام النووي قد قال ما قوله الشيخ الجفري، والذي لا أشك أنه سيكون كالصاعقة عليه، وهي مسألة الإيجاد من العدم. فليتمالك نفسه حتى لا يكفر الإمام النووي وغيره من أئمة الإسلام، وليعلم أنهم ما قالوا بذلك إلا ومقصودهم أنه بإذن الله. قال شيخ الإسلام الإمام الحافظ النووي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب البر والصلة والآداب ما نصه: إن كرامات الأولياء قد تقع باختيارهم وطلبهم، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين، ومنهم من قال لا تقع باختيارهم وطلبهم، وفيه أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعها، ومنعها بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه، وهذا غلط من قائله وإنكار للحس، بل الصواب جريانها بقلب الأعيان وإحضار الشيء من العدم. وأما قول مدعي الترحيب إن الجفري يزعم أنه بإمكان الولي إيجاد طفل في رحم امرأة بلا أب، ودون أن يبين أن هناك من أهل العلم من قال بذلك القول، أو على أقل تقدير أن يبين أن هذه المسألة من المسائل المختلف فيها كما صرح الجفري بذلك، فلماذا كل هذا التعتيم؟ قال الإمام الحافظ التاج السبكي:
أمنع ولدا من غير أبوين وقلب جماد بهيمة ونحو ذلك، إلى أن قال: وأما جمهور أئمتنا فعمموا التجويز وأطلقوا القول إطلاقا. فهذا الحافظ السبكي يصرح بأن الجمهور عمموا تجويز إيجاد ولد من غير أبوين ككرامة وقلب جماد بهيمة ونحو ذلك، وأنهم أطلقوا القول إطلاقا، مع أنه لا يرى ذلك ولم يشنع على من قال بذلك. وقال أمير المؤمنين في الحديث شارح البخاري الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح كتاب المغازي: والمشهور عن أهل السنة إثبات الكرامات مطلقا، لكن استثنى بعض المحققين منهم كأبي القاسم القشيري ما وقع به التحدي لبعض الأنبياء، فقال: ولا يصلون إلى مثل إيجاد ولد من غير أب ونحو ذلك، وهذا أعدل المذاهب في ذلك. انتهى. قال الزركشي: إنما قاله القشيري مذهب ضعيف والجمهور على خلافه. انظر حاشية العطار على الجلال المحلي. فهذا النووي والزركشي بل وجمهور أهل السنة يقولون بإمكانية وقوع ذلك، وأما السبكي ومن وافقه لم يذهبوا إلى ما ذهب إليه حسن قاري من أن هذا الأمر من أمور الشرك بالله، بل قالوا ضمنيا إن هذه المسألة من مسائل الخلاف وإن فيها مذاهب، وأن المشهور عن أهل السنة إثبات هذه الكرامة وسائر الكرامات مطلقا. فلله در الشيخ الجفري عندما قال: هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف، هذه فيها خلاف. فهذا صريح قوله في هذه المسألة، لا كما دلس على المستمعين ألا خلاف فيها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 3 في الصفحة 56 بعد 100 ما نصه: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. ومن خلال هذا يتضح أن الشيخ الجفري يكون موافقا فيها جمهور أئمة أهل السنة والجماعة بإمكانية وقوع ذلك ككرامة من الله، وأن نسبة الخلق للأولياء ليس حقيقة ولكن على سبيل المجاز، وبإذن الله بإذن الله يخلقون أشياء بإذن الله. الله قال ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. ولو كان الخلق من مخلوق لا ينسب ولو مجازا إلا لله لما نسب سيدنا عيسى عليه السلام لنفسه الخلق، ولذلك قال الشيخ الجفري: نسب الخلق للمخلوق له. فها هو الشيخ الجفري ينفي الخلق المطلق للمخلوق. لا يعني ممكن يوجدون أشياء، يعني يخلقون أشياء من يخلقون. ومع هذا فالشيخ الجفري لا يميل إلى ترجيح أحد القولين على الآخر في هذه المسألة المختلف فيها، وأنها ليست من الأهمية لديه. عشان أكون صادق معاكم، أنا ما أمعنت نظرتي إلى درجة نجلس رجح. قالوا إن المعتمد ما يمكن، لأن القضية عندي ما هي ذات أهمية. حقا إن بضاعة حسن قاري في العلم قليلة، لا كما زعم متبجحا أن الشيخ الجفري هو الذي بضاعته في العلم قليلة. لذلك لا ندري بماذا نصف هذا الفعل من حسن قاري صاحب الأمانة العلمية، بل صاحب الدين والخلق الذي ينثر عبارات الشرك والكفر على أئمة الإسلام يمنة ويسرى. وأما قوله فيما يختص بإحياء الموتى، فالخلق وإحياء الموتى من خصائص الرب جل وعلا، ولم يجعلها لمخلوق إلا لنبيه عيسى عليه السلام بإذن الله،
وليس لغيره من البشر لا من الأنبياء ولا الأولياء. نعوذ بالله من هذا الكلام. فهل جعل الله لنبيه عيسى شيئا من خصائص الرب؟ وهل يعتقد أن الرب يهب خصائص الربوبية لأحد من عباده؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. ومن التناقض العجيب لحسن قاري زعمه أنه يدافع عن التوحيد بقوله: وإذا انتفى كون إحياء الموتى من معجزات نبي آخر غير المسيح، أو انتفاؤه عمن دون الأنبياء من الأولياء والصالحين. أقول إن هذا القول منه إن دل فإنما يدل على عدم فهمه لنصوص كتاب الله، عندما قال بانتفاء كون إحياء الموتى من معجزات نبي آخر غير المسيح، مع العلم بأن تتمة الآية التي استشهد بها قد دلت على أن سيدنا إبراهيم عليه السلام ممن اختص بذلك أيضا. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. ونقول بل حصلت لمن هم دون عيسى عليه السلام من الأولياء والصالحين ممن جاءوا بعده، فليستمتع حسن قاري بهذه النقولات. قال ابن تيمية في كتاب النبوات: والآيات التي يبعث الله بها أنبياء قد يكون مثلها لأنبياء أخر، مثل إحياء الموتى، فقد كان لغير واحد من الأنبياء، وقد يكون إحياء الموتى على يد أتباع الأنبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الأمة ومن أتباع عيسى. انتهى كلام ابن تيمية. وقال أيضا في النبوات: فإنه لا ريب أن الله خص الأنبياء بخصائص لا توجد لغيرهم، ولا ريب إن من آياتهم ما لا يقدر أن يأتي به غير الأنبياء، إلى أن قال: بخلاف إحياء الموتى فإنه اشترك فيه كثير من الأنبياء بل ومن الصالحين.